السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما انتم شايفين هنعمل مع بعض النهاردة الكماج أو البكاكيم. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة ومقادير بسيطة جدا جدا وموفرة. طبعا احنا عارفين اليومين دول ان الاسعار بقت نار، وطبعا احنا اولادنا بتروح المدارس، وزي ما انتم عارفين العيش الفينو بقى الرغيف وصل لجنيه. فانت لو معاكي عيلين او ثلاثة وبتعملي لهم سندوتشات، فانت عايزالك في اليوم قد ايه عيش او بقد ايه عيش. فاحنا هنحاول ان احنا نعمل الحاجة بتاعتنا في البيت بايدينا، سواء عيش فينو بقى او نعمل الكماج او البكاكيم دي، آه، او اي حاجه من المعجنات بحيث انها توفر معانا، وكمان تبقى مغذيه لاولادنا. بصوا زي ما انتم شايفين احنا هنبدا الفيديو بتاعنا بقى اهو. ونقول بسم الله، ويلا بقى ايه، نبتدي ان احنا ندخل الدقيق بتاعنا ونشوف البكاكيم او الكماج بتاعتنا دي هنعملها ازاي. بصوا اول حاجه، انا معايا هنا كيلو من الدقيق. اي نوع دقيق، انا جايبه دقيق من اللي هو بالكيلو. زي ما انتم شايفين اول حاجه انا ببتدي ان انا انخله اهو، نخله كويسه جدا. وبعدين نبتدي نحط معلقه ملح صغيره، وهنحط معلقه صغيره من الكركم اهو. بصوا المعلقه دي صغيره فانا حطيت معلقه وشويه، يعني هي بمقدار معلقه شاي صغيره كركم. وهنحط معلقه ونص من السكر. بص هنحط معلقتين كبار من السكر لان انا حاطه مع الخميره نص معلقه، فهنحط على كيلو معلقتين كبار من السكر، وهنقلب كل المواد الجافه على بعضها. وهنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر. ومعايا هنا نص كوبايه من السمنه او الزبده انا مسيحاها. وبعدين نبتدي نفرك بايدينا الدقيق في السمنه اللي احنا نزلنا بيها اهو بالشكل ده، لحد لما الدقيق يشرب من السمنه اللي احنا نزلنا بيها على الدقيق اهو بالشكل ده. يبقى المقادير بتاعتنا ايه؟ كيلو من الدقيق، معلقه ملح صغيره، معلقه صغيره من الكركم، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه، ونص كوبايه من السمنه اهو. طبعا انا هحط الخميره البيره، انا عندي خميره بيره، وما عندكيش هتحطي خميره من الفوريه. ومعايا هنا لبن رايب، هبتدي انزل باللبن الرايب على الدقيق وافضل اعجن فيه كده لحد لما العجينه تلم معايا. وطبعا بالنسبه للبن الرايب، الكيلو دقيق بياخد نص كيلو من اللبن الرايب. بس مش كل الدقيق زي بعضه، يعني في دقيق بياخد اكتر من نص كيلو، يعني في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق بياخد سوائل قليله. فهنا الدقيق بتاعي ده اخد اكتر من نص كيلو، انا عندي البرطمان دوت كيلو من اللبن الرايب، فهو اخد اكتر من النص كيلو لبن رايب. فانت بيبقى عندك اللبن الرايب، فمش هتحطي على كيلو نص بس، لا انت بتزودي شويه، بحيث ان انت ممكن تحتاجي اكتر من النص كيلو لبن رايب. يبقى احنا عجننا العجينه بتاعتنا كلها باللبن الرايب، وهنبتدي نعجنها بقى كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. على قد ما تقدري تفضلي تعجني فيها كويس جدا اهو. صلوا بقى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنبتدي بقى ايه، ننزل بيها على الرخامة زي ما انتم شايفين كده ونعجنها كويس جدا اهو. هنسيبها بقى ترتاح في الطبق لمدة نص ساعة لحد لما تخمر اهو. ونغطيها بكيس نايلون او بأي حاجة اهو زي ما انتم شايفين. بصوا هنا بعد ما خمرت العجينة بقت عاملة ازاي، تحفة. هنبتدي بقى ان احنا نشكلها. معايا هنا صينية زي ما انتم شايفين انا حاطة فيها رشة من الدقيق، وهبتدي بقى اشكلها كور قد بعضها، يعني الكرة زي ما تحبي بقى، عايزة الكماد بتاعك يبقى صغير، عايزاه كبير، يعني انت اللي بتتحكمي في التقطيعة بتاعتك زي ما بتحبيها. بصوا ما تستغربوش من السلك اللي عليا ده، عشان كنت بتكلم في الموبايل، فكنت حاطة السماعات في ودني وانا بشتغل. بصوا بقى انا هشكل العجين كله. عايزه اقول لكم بقى ان الكماك ده يعني مغذي لاولادكم قوي قوي، وخصوصا ان في ولاد كتير مش بتشرب اللبن. فاحنا على قد ما نقدر بندخل اللبن او الحليب في اي حاجه من المعجنات، بنعمل كيكه، بنعمل اي حاجه. حاولي على قد ما تقدري تدخلي الحليب
في الأكل بتاعك أو في المعجنات بتاعتك عشان خاطر ولادك يستفادوا وجسمهم يستفاد من شوية اللبن اللي موجودين في المعجنات. طبعا أنا هشكل العجين ده كله وأعمله كور اهو زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هسيبه يرتاح لمدة 10 دقايق وهغطيه اهو عشان الوش بتاعه ما ينشفش. وبعد ال10 دقايق هرجع لكم تاني بقى ونشوف هنعمل ايه. اهو بصوا بعد ما ارتاح اهو عامل ازاي. اول حاجه هنعملها بقى هنبتدي نرش رشه دقيق كده على الرخامه بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين، ونبتدي ان احنا نشكل البكاكين بتاعتنا. طيب بالنسبه للفرد بتاع البكاكين، الفرد بتاع البكاكين بتبقى القرصه معاكي ما بتبقاش تخينه، بتبقى رفيعه شويه عن القرص، لان البكاكين بتختلف عن القرص تماما في ايه، في طريقه الفرد بتاعتها. لان انت لو عملتي العجينه تخينه عمرها ما هتقب معاكي في الفرن، انما لو رققتي العجينه وخليتيها رفيعه بس ما ترفعهاش خالص يعني، هتخليها رفيعه هتلاقيها قبت معاكي وفتحت معاكي، تقدري ان انت تعمليها سندوتشات. تمام كده. يبقى في فرق بين القرصه وفي فرق بين البكاكين. القرص بتبقى سمكها اتخن شويه في العجين، والبكاكين بنفردها عشان خاطر تقب معانا بتبقى سمكها ارفع شويه. خدوا بالكم يا جماعه من النقط دي. وبالنسبه للتسويه، التسوية المعجنات عموما بتاخد درجة حرارة عالية. اوعي تعملي اي معجنات على درجة حرارة متوسطة او هادية عشان خاطر الحاجة ما تنشفش منك وتبوظ. انت ممكن تكوني بتاخدي الطريقة مني او من غيري وتعملي بالمقادير، بس مش بتكملي الفيديو للآخر او بتشوفي الحاجات اللي هي الأخيرة اللي هي بتاعة التسوية بتاعة الفرد. الحاجات دي مهمة جدا جدا. ممكن تعملي الحاجة بنفس مقاديري بس ممكن ما تفرديش القرص اهو زي ما انت شايفه بالشكل ده، ممكن تعمليها تخينه فمش هتقب منك فهتقولي ده الطريقه بتاعتها مش حلوه والحاجه بتطلع بايظه. لا، خدوا بالكم من التسويه، خدوا بالكم من طريقه الفرد. كل حاجه في المعجنات بتبقى مختلفه عن التانية في طريقه فردها. انما التسويه بالنسبه للمعجنات زي ما انا قلت لكم بتبقى على درجه حراره عاليه. بصوا انا سبت القرص بتاعتي البكاكين بتاعتي ترتاح لمده ربع ساعه اهو، وبعدين هنبتدي ان احنا ندخلها الفرن على درجة حرارة عالية اهو. بصوا بعد ما طلعتها من الفرن شايفين كل البكاكين قابة ازاي، شايفين سخنة سخنة مولعة اهي مدخنة اهي، شايفين بتتفتح ازاي. والكركم بقى عطيها لون تحفة، وعايزة اقول لكم كان طعمها حلو قوي 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 اهو. واول ما تطلع من الفرن تديها رشه من الميه عشان الحته ديت انا ما صورتهاش او اتقطعت مني في المونتاج. لو عندك بخاخه اول ما تطلعي الحاجه سخنه كده تديها رشه من الميه. شايفين البكاكين بتاعتي عامله ازاي، كلها قبه اهي، شكلها حلو طعمها حلو. اتمنى ان انتوا تجربوها بالطريقه بتاعتي دي اهو. بصوا كلها بتتفتح اهي معاكم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا بقى هتجيبي اكياس كده نظيفه وتقومي رصه فيها البكاكين بتاعتك دي، وبعد كده تبتدي ان انت تطلعيها وتحشيها وتعمليها سندوتشات لاولادك او تاكليها مع كوبايه شاي بلبن كده، بتبقى حاجه كده فاخر من الاخر. وبالنسبه للحشو هتحشي الحشوه اللي انت حباها بقى، تحشي جبنه تحشي اي حاجه زي ما تحبي. وبالنسبه للمقادير هكتبها لكم كلها بالتفصيل في صندوق الوصف للي حابب ياخدها سكرين شوت ويحفظها عنده. بس اهم من المقادير الطريقه يا جماعه عشان الحاجه ما تبص منكم، تعرفوا الطريقه ازاي وتمشوا على الخطوات اللي قلت لكم عليها، لان احنا بنتعب في عمايل الحاجه جدا جدا، زائد كمان ان الحاجه بتتكلف فحرام ان الحاجه تبوظ مننا. فأتمنى بقى إن الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، وما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعمليه على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.